السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الخير عليكم، صباح الفل. يلا بينا نبدأ يومنا من اوله. هنشوف هنعمله فيه ايه، وده تقريبا روتيني يوميا. طول ما بلاقي الجو حلو والدنيا شمس وجميلة لازم اعمل كده. بس قبل ما نبدأ وندخل في تفاصيل الفيديو لازم نسمي الله، وكمان نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوا كمان في حاجة مهمة جدا، لازم ما تنسونيش باللايك والاشتراك. للي أول مرة يشوف قناتي فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناة. شفتوا بقى البنوتة الأمورة الحلوة ديت ايه؟ أروى بنت أختي العسل القمر كله. كانت عندي وهي بقى اللي شجعتني، وهساعدك يا خالته. قلت لها يلا بينا يا أروى نبدأوا ايه الفيديو مع بعض. طبعا زي ما شفتوا معايا، ربنا المستعان، صاحيين من النوم. الشقة جميلة جدا جدا. في الوقت ده كانت الساعة 9 بالظبط. انتوا عارفين كمان ان المدارس رفعت الغياب، فالدروس بتاعتنا بقت ايه الصبح. فاولادي طبعا صحوا من النوم، لبسوا وخدوا كده حاجتهم وفطروا والدنيا تمام ونزلوا على دروسهم. فده طبعا منظر البيت ما شاء الله، يعني ربنا يقويني ويعني. قمت بقى من النوم، استعنت كده بالله وقلت يا رب عيني وقويني. فتحت طبعا اهم حاجة الشبابيك. اول ما تصحي من النوم ايدك على شبابيك بيتك، تهوي فرشك وتهوي شقتك وتدخلي الشمس كده والهواء والطاقة الإيجابية. وكمان يا سلام لو شغلتي قرآن بقى وانتي بتشتغلي، فبتحسي بقى ايه ما شاء الله بنشاط الدنيا كله. اهم حاجة عملتها زي ما شفتوا في اول الفيديو، خدت كل البطاطين على الشباك تتشمس وتتهوى. وقمت جاية مغيرة فرش السرير. انا في الشتاء بغيره من 4 ل5 ايام، ما بطولش عن كده. انما في الصيف والله كل يومين 3، لان طبعا انتوا عارفين الصيف بقى وعرق وكده، فطبعا لازم تغيري فرش باستمرار. وكمان طلعت المخدات، طلعتها كده زي ما هي من قبل ما افرشها والبسها يعني كيسها، لان بحب كده الفرش بتاعي يتشمس ويتعقم وهو كده يعني ايه، من غير اي فرش ولا حاجة عليه. فطبعا دي حاجة مهمة جدا، تشمسي حاجتك وتهويها. ده في حد ذاته تعقيم وتنظيف، يعني كفاية جدا جدا. صراحة شمس الشتاء مفيدة جدا جدا. حتى معظم دكاترة الأطفال بيوصفوها للأمهات للأطفال الرضع عشان عظمهم. بصراحة الشمس مفيدة جدا يا جماعة، حقيقي والله. يعني الحمد لله، ربنا ما عملش حاجة وحشة والله العظيم. الحمد لله والشكر لله، نعمه علينا كتير والله العظيم. اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين بقى بكنس عشان هخلص بقى كده. بعد ما كنست الأوضة هطلع بقى على الصالة واشوف ايه اللي محتاج ان اعمله فيها. وهسيب بقى الفرش يتشمس بقى براحته خالص على ما اخلص بقية اللي ورايا في البيت. طبعا زي ما انتم شايفين الصالة، اللي حاطط بلوفر بقى واللي حاطط اكياس واللي شايل المفرش مكانه. انا على ما عملت الصالة كنت غسلت مفرش الترابيزة والله ونشف على ما خلصت. وهشيل السجاد وهنفضه بقى طبعا، وههويه كده في البلكونة برضو يتشمس. يا سلام بقى لما بتدخليه وتفرشيه بتلاقيه سخن كده وجميل. والله ببقى فرحانة قوي بالنظافة دي، بحس براحة نفسية فظيعة. زي ما بقولكوا والله ما ببالغ معاك، وانا لما بلاقي الجو كده حتى لو كل يوم بنتهز الفرصة واطلع الفرش كله، سواء فرش السراير او فرش الارض. إيه، انا يعني مش بحس بصعوبة في دوت، لان الحمد لله فرش السجادة عندي خفيف. انتوا طبعا كنت عاملة معاكم روتين زمان، شلت بقى السجاد التقيل وكده. بيبقى صعب عليا ان أنا اشيله كل يوم والتاني، لانه بيبقى تحت الصالون وكده، فده بيبقى متقله يعني. وهو اصلا سجاد تقيل، انما لما بحط بقى السجاد الخفيف ده يا سلام ما اقولكوش، لو طولت كل ساعه اشيل وانضف واعمل بيسهل عليا جدا. فطبعا لما بلاقي بقى الشمس طالعه كده وحلوه، فبقول فرشي بقى يتشمس ويتحمص زي ما بيقولوا كده. بتحسي بنظافه فظيعه، بتشيلي بقى وتكنسي تحتيه وتمسحي وتعقمي الارض بصي بصراحه بيسهل عليكي جدا جدا في النظافه. وفي نفس الوقت انتي فرشة ارضك، و يعني مفيش بلاط باين في الجو ده.
وعايزه اقول لكم كمان بيبقى في ايام يعني ربنا بقى المستعان نوى بتطول يومين ثلاثه. والله في ساعات عندنا هنا، هنا عندنا بتطول، يعني احنا في محافظه البحيره ومحافظه اسكندريه جنبنا بصراحه الشتاء لما بيبدأ ما بيخلص بنكونوا زهقنا والله. بس الحمد لله الشتاء خير برضو، بيبقى خير اكتر على اللي عندهم ارض زراعيه يعني. اهو زي ما شفتوا طلعت بقى في البلكونه وشمست وكده، وهبدأ بقى اجيب معاكم جردل الميه في بقى طبعا ديتول. الديتول الارضيه ده يا جماعه هتلاقوه عند اي حد بتاع منظفات منزليه. بس الاول طبعا هكنس واجيب اللي تحت بقى الصالون، اللي موقع قلم واللي موقع ازاز كحول. ان شاء الله خيرات بقى ربنا كتير طبعا، لان عندي مجموعة درس يعني عندي في البيت. طبعا لازم هتلاقي الحاجات دي لأي حد طبعا بيدي دروس في بيته. وكمان انا ما بدخلش حد عندي من الولاد الا لما يكون لازم لابس كمامة ويكون مظبط الدنيا يعني. ربنا بقى يعافينا اليومين دول، الموضوع شد يا جماعة جدا، خدوا بالكوا زيادة. وربنا يعافينا يا رب، ويعافي أولادنا ويعافي العالم أجمعين، ويكفينا شر المرض يا رب. زي ما شفتوا كده بكنس وبجيب من تحت الصالون اهو اقلام على ازايز كحول بقى منسية، والدنيا تمام خالص يعني الحمد لله. ربنا بس يبارك فيهم وفي عمرهم ويعملوا اللي هم عاوزينه. المهم يعني خلاص بكنس اهوت يا حبايبي. وزي ما قلتلك لو بتسمعيني ولو بتتفرجي عليا قومي يلا شوفي انتي بتعملي ايه وكمليه، ما بتعمليش حاجة قومي وتنشطي معانا. احنا بادئين اليوم من اوله اهوت، يعني حاجة كده ايه فيها نشاط وفيها طاقة. قومي يلا كده وجددي نشاطك وجددي ايه طاقتك. او جبت اهوت الجردل حطيت فيه مية، حطيت في الميه ديتول زي ما قلت لكم. الديتول ده سهل جدا تجيبيه من عند اي حد بتاع ايه منظفات منزليه، هتلاقي عنده ديتول بتاع الارضيات. تحطي كده نقطتين بيعمل ريحه حلوه قوي، بيدي لمعه جميله غير التعقيم كمان. فيعني الحمد لله زي كده ايه زي الكلور. المنظفات دي مهمه جدا، مفيش بيت طبعا بيستغنى عنها. زي ما شفتوا اهوت جبت بقى من تحت الصالون وتحت الترابيزه ومش هخلي حته الا لما ايه اجيبها كده وانضفها واعقمها وامسحها كده بالميه وبالديتول. خلاص كده ده كان روتيني في الصاله. وهبدا كمان ادي كده بقى الصالون تنفيضه يعني بسيطه، يا دوبك يلمع بس كده وخلاص. زي ما قلت لكم الشغل عمره ابدا ما كان تقيل وطويل. اللي بيتقله ويطول اي شغل على اي واحده ست هو الكسل. فطبعا انا دايما بحب اقول قبل ما ابدا اي شغل اعوذ بالله من الكسل والكسلانين. بحب ادعي الدعاء ده جدا، بحب اقوله قبل ما ابدا شغل. فسبحان الله ربنا بيديني طاقه وبيديني قوه، لو هقدر اشتغل قد كده مرتين تلاتة هشتغل. وكمان ببقى حابه الشغل اللي انا بعمله، مش مثلا شغاله بزهق انه لازم يتعمل، لا ببقى حابه الشغل والعمل اللي انا بقوم بيه. تمام كده. وخلاص بقى بعد ما همسح وكده واسيب الدنيا بقى تنشف، هقوم جايه فرشه ومدخله وهشيش بقى وكده. وطبعا هيش دبان وهرش بقى وهرش كمان اي رش عندك عشان دبان الشتا زي ما بيقولوا بيلزق. فطبعا احنا من بعد العصر يا دوبك ما تفتحيش من بعد العصر. بعد العصر كده خلاص تدخلي وتشيشي وتقشي دبانك وترشي وخلاص كده وتقفلي شقتك. تكوني بقى خلاص جددتي بقى هوا بيتك وظبطتي الدنيا، وحتى ريحة البيت بقت جميلة. الجرس كل شويه يرن، ولادي خلاص رجعوا من الدروس. وهبدا بقى ادخل على روتين المطبخ عشان ابدا اعمل لهم الغدا. جايين طبعا جعانين وميتين من الجوع كمان. فطبعا عملت كل واحد فيهم بقى كده قرصتين بكوبايه شاي بلبن يتصبروا بقى على ما اعمل الاكل، لان طبعا كان اليوم النهارده طويل في البيت. خلاص دخلت اهوت الصاله
فرش الصاله يعني، والمفرش ده كنت غسلته والله على ما خلصت كان ناشف، هو خفيف ما خدش حاجه. فرشت الدنيا وايه بقت زي الفل الصاله كده. وانا كده فرحت وحسيت بقى ان ايه، ان انا خلاص انجزت حاجه كبيره، لان الصاله دي مهمه جدا، لانها في مدخل البيت، يعني هي اول حاجه تخش عليها من بعد ايه، باب الشقه. وطلعت بقى ايه دفايات نظيفه بفرشها بقى طبعا بدل اللي شلتها. وهبدأ بقى ادخل في فرش اوضة ولادي برضو البطاطين والمخدات، ولبست بقى المخدات كيس حلوة كده ايه لونها لايق على لون الدفاية. الحاجات الصغننة دي والله يا جماعة بتفرق وبتنور في الأوضة، يعني تحسي ان اي أوضة كده منورة لو خدتي بالك من الحاجات الصغنونة دي. ايه وخلاص اهو طبقت بقى البطاطين وكل حاجة ايه هحطها في مكانها. وبدأت بقى دخلت جري على روتين المطبخ. ودخلت بقى على روتين المطبخ. كان عندي طبقين بقى عشاء على طبقين فطار، والحوض كده كان فيه شوية حاجات. طبعا انا ما بعرفش ابدأ في اكلي الا لما ايه بنضف في الحوض ويبقى زي الفل والبوتاجاز. كان عندي الاول قبل ما ابدا في اي حاجه كيس كبده، بس طلعته يفك كده شويه، واول ما فك قمت جايه عامله عليه كده ايه وانا واقفه بسرعه رستم كده وسط، وضربتها وحطيتها في الهون، وعملت عليه شويه كمون كده ومعلقه ملح وشويه فلفل، وهرست التوم كده بسرعه في الهون. وبعد كده تبلت الكبده وسبتها ايه في التتبيله على ما اخلص كل اللي ورايا. خلاص كده خلصت وشطبت اهوت الحوض. وبصراحه ما كانش عندي صابون سائل، خدت شويه اريال كده حلو والله بيلمع المواعين. طبعا بتصرف، الجيش بيقولك اتصرفي، مش هسيب بقى طبعا مطبخي كده، قلت لحد بس منزل. وخلصت اهوت المواعين وببدا اعمل في اخر حله، وهبدا بقى اعقم بسرعه الحوض والرخامه والدنيا كده حواليا، عشان اما ابدا بقى الاكل ابداه على نظافه كده وعلى رواقه. زي ما قلتلك ابدأي على طول اكلك وابدأي شغل بيتك اول باول بدري، بتحسي انك طاقتك لسه جديدة كده وبحالها، ما بتكونش لسه استهلكت او خلاص خلصتيها. اللي بيبدأ شغل بيته متأخر يا جماعة اساسا بيبقى الواحد خلاص طاقته خلصت على يعني على بعد العصر او بعد المغرب. الواحد اول ما بيصحى من النوم بيبقى كله خلاص نشاط وطاقة، ويعني صاحية من النوم بقى مرتاحة وكده، فبتقومي بقى كلك كده يعني إيه نشاط. انما اللي بتبدأ شغل بيتها متأخر بتعمله بصعوبة بشكل مش عايزة اقول لكم يعني، والله العظيم. فدي بتبقى حاجة وحشة وكسل. خلصت اهوت المطبخ وهبدأ بقى ايه اغسل بقى الرخامة واغسل الحوض وكده. وبعدين زي ما قلت لكم هبدأ في الاكل، هعمل مع الكبدة شوية مكرونة كده، وهجيب بقى كيس شيبسي عائلي بصراحة، لان زي ما قلت لكم انا عايزة ليا نازلة كده للسوق اجيب بطاطس واجيب صابون سايل واجيب بقى كل اللي ناقص بقى في بيتي وكده. فطبعا انا ايه قلت برضو اتصرف، يعني هما متعودين ياكلوا مع الكبدة والمكرونة بطاطس. فطبعا ايه زي ما قلت لكم انا كنت عايزه انزل بقى اجيب شويه حاجات، فطبعا قلت النهارده ايه الجو جميل البيت اولى ونضفته، فقلت بقى اتصرفت جبت كيس شيبسي بقى كده عائلي وحطيته كده مع الاكل، وكان اكل خفيف وبسيط واكلوا وشبعوا. واحلى حاجه يعني الاكلات المنقذه دي، يعني بالنسبه لي المكرونه مع اي حاجه من الاكلات السريعه المنقذه، مع كفته بقى مع كبده مع بانيه، بصراحة ايه من الاكلات السهلة، يا دوبك تتبلي الحاجة وتسيبيها وتعملي عليهم مكرونة خلاص على كده. ايه خلصت الكبدة خلاص كانت اتبلت وفكت اكتر كمان. وقمت جاية حاطة بقى طاسة على النار. الاول دي صلصة المكرونة سبكت والمكرونة اتسلقت بسرعة بقى، كله ما خدش مني ساعة زمن كنت خلصت وشطبت اللي ورايا. خلاص قدحت بقى شويه زيت ونزلت على الكبده. الكبده يا جماعه ما تقلبوهاش اول ما تنزلي بيها في الزيت، سيبيها كده لما تنزل ميتها وتغير لونها، وتبداي بقى ايه تقلبيها. خلاص تقلبيها اول ما تلاقيها منزله ميتها كده تقلبيها علشان تشرب ميتها وتستوي كلها من فوق ومن تحت. خلاص اهي شربت بقى ميتها، تفضلي بقى واقفه قدامها كده تقلبي فيها علشان تاخد اللون البني اللي احنا عارفينه. الكبدة طريقتها سهلة جدا جدا.
وتتبيلتها كمان سهله. انت عايزه بقى تحطي قرنين كده فلفل اخضر، فلفل الوان مع الكبده مفيش مشكله، بس احنا ايه بنحب نتبلوها بالتومه بس. خلاص، وده كان شكل اكلي بقى النهارده، وده كان شكل المكرونه بقى والشيبسي وملح واكل بسيط. الروتين النهارده كان حلو وطويل، ورغم انه طويل بس كان حلو وخفيف بالنسبه لي. انا بحب دايما النشاط. يا رب الروتين يكون عجبكم، ويكون قدرت افيدكم واشجع اي حد منكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك لاول مره يشوف قناتي، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناه. ما تنسونيش بتعليق حلو من تعليقاتكم الجميله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.